أحييكم في هذا اليوم التاريخي، في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم الذي أحيي فيه كل الأبطال في العالم، في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا، في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي كل الدول التي تنادي بالحرية، وكل الدول التي لها الحق أن تعيش بجدارة فوق الأرض تحت السماء، كل الشعوب الحرة التي ناضلت من هذا اليوم التاريخي. القضية قضية عالمية، قضية الشعوب ستزحف على حكوماتها وتقيم السلطة الشعبية وتعلن من كل مكان إن سلطة الشعب وسلطة الجماهير هي السلطة الوحيدة التي تمثل الشعوب. ما يحصل اليوم في الدول العربية من مذابح ومجازر وتشريد العائلات ونهب الأموال العامة من الموانئ والمطارات والعبث بالزراعة والصناعة بما نهر الصناعة العظيم وببترول الشعب الليبي وبحضارة الشعب السوري وبحضارة الفراعنة وحضارة الشعب التونسي العريقة تحت وطأة الاستعمار وتحت إرادة الشعوب الغازية هذا العصر الذين ما أراد يوما بنا خير، وإنما يريدوا أن يرجعون للخلف وراء ويعملوا مننا عبيد ويعملوا مننا سوق استهلاكي. أما الآن فعرفوا بأن الشعوب الحرة بقيادة المواطنين الأحرار بأنهم يستعدون للخوض المعارك التاريخية. فدربوا الخونة والرجعيين شداد الآفاق منذ 30 عام، وهم يعملوا لهم بروتوكولات وخريطة باسمها لهم باش يدمروا الشعوب الحرة. فاتجهوا إلى ليبيا بعد أن أوقعوا الفتنة في مصر وتونس، وعرفوا بأن الشعب التونسي وأن الشعب المصري حيغروا به وحيلبي رغباتهم، لأنه يعتقد بأنهم سيتحصلون على المال وعلى العمل وعلى المناصب وعلى المزارع وعلى السيارات وعلى الأرصدة، وأن أموالهم موجودة في المصارف ويتم صرفها بعد إطاحتهم بكل رئيس وملك وقائد أو رئيس برلمان أو رئيس جمهورية. وبعد بالطبع للشعب التونسي بأنه مغرر به وبأنه قد وقع به في وقع في الفخ. وكذلك الشعب المصري عندما عمل المساعد الإسرائيلي هذه الفتنة وزرع في الشعب المصري أنه يقسم نفسه وأنه يعمل مظاهرات وأنه يعمل احتجاجات ويعمل اعتصامات، هذا يدل على التخلف
يدل على الرجوع الوراء، ده على ان كان الشعب المصري حر وسيد يحكم نفسه وبعيد على الفتنة وإراقة الدم، كذلك الشعب التونسي. ثم بعد ذلك تجري الشعب الليبي المناضل الحر الذي وضح للعالم بأنه منارة لكل أمم، وأنه شعب عظيم مملوء بقوة الإسلام والإيمان، شعب لا يستطيع أحد أن ينحنيه وأن يركعه وأن يعمل منه عبيد فانطلقوا بطاعة الدولة التونسية والدولة الحكومة المصرية، لأن عارفين الشعب الليبي لن ينهار، وأنه شعب قوي بقائده العظيم وبقواته المسلحة وبملايين من العالم التي تحب هذا الشعب العظيم. عملوا البلبلة في المنطقة الشرقية وربوا أبنائنا وضحكوا عليهم وغرروا بيهم وأعطوهم الحبوب وعملوا الوقفة الاحتجاجية في بنغازي، ومن ثم بعثوا أطفالهم، مش أطفال الخونة ورجلين العملاء أصحاب الكراسي وأصحاب المبالغ الفارهة في الدول الاستعمارية، واللي يتكلم من وراء الشاشات ومن وراء البحار ومن وراء المحيطات ويتفرجوا عليكم ويضحكوا عليكم، وابنائكم هم اللي يموتوا ويجزوا فيهم في المعركة، وهم مستفيدين وجالسين ومستريحين، وانتم تخربوا السلطة الشعبية، تخربوا موانيكم ونفطكم وتولكم تعطوه لإيطاليا اللي ربت فيكم الجهل وربت فيكم المفسدة والمال. إذن تحركت القوات الغازية بقيادة عمليات والخونة المراجعين وجزوا بأطفالنا وابنائنا وصغارنا في معارك ما فيها فايدة ولا فيها ثمرة، عشان يفرقوكم وهم حاسدينكم في النعمة، حاسدينكم في الخير، حاسدينكم في بترولكم في أرضكم،